يا صباح الفل والنشاط ويا صباح المدارس. روتين اول يوم مدرسة لابني اللي في سنة اولى اعدادي. يلا بينا نشوف انا عملت ايه الصبح وظبطت الدنيا ازاي. اول حاجة طبعا انا قمت صحته من النوم، قلت له كده يقوم ياخد دش ويبدأ ان هو يجهز ويفوق عشان المدرسة. طبعا كلنا كان مواعيدنا نومنا مش متظبطة، فهو ملحقش ينام كويس. فعشان يفوق قلت له لا، خد دش قبل ما تلبس عشان تصحى فايق كده وتفوق وانت تقدر ان انت تنزل المدرسة. طبعا حضرت له لبس المدرسة والشنطة والكوتش الجديد والبرفن طبعا بتاعه. بقى في اولى اعدادي بقى وكبر ما شاء الله ربنا يحميه. خدته ونزلت طبعا رحت المدرسة. وانا راجعة من المدرسة كده قلت اعدي على السوق، كان ناقصني شوية طلبات مش كتير بس قلت اجيبهم. جبت بتنجان رومي وجبت بتنجان عروس ابيض، قلت اعمل محشي وانا كان عندي بتنجان اسود. جبت خضرة وجبت فلفل بارد وجبت فلفل حار. جبت كمان طماطم وجبت كرومبايه، دي الحاجات اللي كانت ناقصاني من السوق. وقلت بالمرة ايه، نعمل اكلة محشي تمشينا يومين. كان ناقصني ازازة زيت جبتها عشان خلاص احنا في اخر الشهر والدنيا عندي خلاص والميزانية. جبت بطرمان صلصة وجبت كمان علبة تون. جوزي كان في البيت في الوقت ده، فقلنا يلا بقى نفطر بالمرة قبل ما نشغل ولا قبل ما اشوف هعمل ايه. فجبت فطار كده من المطعم. جبت عجاية طعمية وجبت بطاطس وجبت مسقعة. بصراحة استكفيت بالفطار ده وعملنا كوبايتين شاي والعيش وفطرنا، وكان فطار حلو جدا. بعد لما فطرنا بقى دخلت على المطبخ على طول بعد الفطار، علشان فعلا كان عندي شوية مواعين كده عايزين يتغسلوا. ما كانش عندي حاجات كتير، في شوية مواعين بقى مكان الفطار، وكان كوبايات كتير عشان كنت عامله لهم عصير بالليل وما قدرتش ان انا اغسل شوية الكوبايات دول. فبدأت ان انا خلصتهم والحمد لله. الحوض بقى زي الفل والمطبخ بقى زي الفل. هضلم بقى الدنيا وهنطلع كمان دلوقتي نشوف الصالة. الصالة عندي برضو ما فيهاش اي حاجة، هي كانت كنسة كده من على الوش. كنستها وخلصتها، واهم حاجة برضو شغلت قناة للقرآن كده ان هي يملى البيت كده بركة ورزق. وصباحكم زي الفل، متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك. مع السلامة.